السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين معاكم في سورة النساء. النهارده معانا الآية رقم 104. ربنا عز وجل بيقول الآية 105: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العظيم. دي كده النهارده. ندخل في حلقه النهارده عشان دايما تجريش بينا. حلقه النهارده بنتكلم على المسكنات الاساسيه للاسنان. المسكنات الافضل للاسنان. واحد بيقول ضرس وجعه، بيقول لك عندي يا دكتور في البيت مثلا في كتوفان، في اي حاجه بريستافلام، في حاجات زي كده، مسكنات كتير في البيت ممكن ناخد منها ضرس وجعني. اقول لك هي هتأدي الغرض بس مش هتديك نتيجه قويه. افضل من افضل المسكنات اللي بتكتبها على طول دكاتره السنان عشان فعاله جدا لألم السنان هي الكتافلام. فده هو الشائع دايما في المسكنات. بعد كده في حاجات مسكنات كتير تاني بس هو ده الأفضل. أشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.